هلا ويا صباح الخير، عاملين ايه يا بنات؟ النهارده هاخدكم معايا في فلوج ان شاء الله، يعني هنعمل حاجات كتير. هروح الاول عند الدكتوره بتاعه العلاج الطبيعي عشان قفلت عليا الباب. المهم ما علينا، انا صحيت وخلاص كده وجهزت ومستنيه العربيه، فهنروح الاول عند دكتوره العلاج الطبيعي وبعد كده في مشوار تاني، فخليكم معايا. استني لو ما كنتش لسه عملتي سبسكرايب للقناه وما عملتيش لايك وكومنت حلو زي كده وشير للفيديو ده، ف معلش اعملي دلوقتي. يلا بينا، العربيه جت تحت خلاص. انا بسم الله. ندخله ازاي؟ اوكي، رحت عند الدكتوره لقيتها مشيت، عشان انا طبعا زي العسل وزي القمر شطوره جدا وصحيت متاخر. انا كان معادي الساعه 2، انا رحت لها الساعه 3:30، يعني حقها تمشي الصراحه. بس فالمفروض هروح لها يوم الاربعاء، بس الصراحه يعني الحمد لله، علشان انا نسيت الاشعه معايا وانا رايحه، وانا كان المفروض ان انا اخدها عشان اول جلسه دي بتبقى بتاعه التقييم، وبعد كده بيحددوا على اساسها انا هعمل ايه في العلاج الطبيعي. فكويس ان هو حصل كده، يعني عشان المره الجايه ان شاء الله اروح بقى بالاشعه ما انساهاش. فدلوقتي هحضر بقى الفطور وافطر عشان لسه ما فطرتش. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. موقظا بالنور أدفان الحياة، الضحى من نور من، والندى من فيض من، الضحى من نور من، والندى من فيض من. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. خلاص الحمد لله فطرت، الحمد لله، اللهم قدمها لي محفوظه من الزوال. والمفروض دلوقتي اخد الدواء بتاعي، ده اللي هو الدواء بتاع بعد الفطار. انا اخدت بقيه الفيتامينز الصبح لان انا كده بسهر اصلا، يعني انا بسهر بنام 7 و8 الصبح، ده غلط، محدش يعمل زيي. بس فباخدهم الصبح. بس عايزه اعرف لو حد فيكم يعرف الكالسيوم المفروض بيتاخد امتى بالظبط، الصبح ولا بالليل، اكتبولي في الكومنتس، عشان انا باخد الفيتامينز كلها الصبح. بس فهروح اخد الدواء ومش عارفه بقى هنعمل ايه النهارده تاني في اليوم، فخليكم معايا. هنا سلطان حسين، اصل عمالين يوزعوا حاجات وكده، فرايحين كده نجيب شويه حاجات، فخليكم معايا. طبعا الناس اللي عندي على الانستجرام عارفين ان انا كل ما بحتاج اجيب اي حاجه بجد مش بيجي في بالي غير حاجه واحده بس، هو مكان واحد اللي بنزل عليه. احنا دلوقتي رايحين. الفكره بقى ان انا يعني ايه، مش هضحك عليكم، انا عايزه اجيب كام حاجه كده، كذا حاجه عايزه اجيبهم يعني، بس طبعا البودجت دلوقتي مش هتسمح ان انا اجيب كل ده، فهشوف هجيب ايه واقول لكم. يلا بينا، خلاص انا وصلت اهو داخله. خلاص جبت الحاجه، جبتها من عند ريهام. لو انتوا عندي الانستجرام اصلا هتبقوا عارفين ان انا بحب اشتري من عندها.
ولو كده روحوا هناك عشان هتلاقوني عامله لها اكيد منشن. بس ولسه هنشوف هنعمل ايه تاني. بصوا السدال ده حلو قوي ما شاء الله، شكله جميل. عايزه بصراحه بقى اجيب سدال برضو، ده لونه حلو واللي هو ده كمان لونه حلو، بس الازرق احلى. خلاص تعبنا من اللف، هنروح بقى نقعد شويه في كوزمو وبعد كده نكمل بقى عشان لسه في حاجات تانية عايزين نبص عليها. اوكي يا جماعه، قبل ما الاغاني تشتغل ومعرفش اسجل حاجه من الصوت، احنا غيرنا المكان وجينا اسمه ايه، شوكليت ايوه، وجينا شوكليت بدل كوزمو عشان كوزمو كان زحمه قوي. اوكي احنا خلاص اهو مروحين، طلبنا عربيه وخلاص داخله علينا هنركب، ومش عارفه اكمل معاكم لحد ما اروح ولا اقفل معاكم هنا. خليني هقفل معاكم لما اروح عشان الدوشه، بس عشان عايزه اقول لكم على حاجه. خلاص الحمد لله وصلنا البيت اهو. كنت عايزه اقول لكم على ايه يا ترى يا جماعه، بجد انا نسيت والله، كان فعلا في حاجه عايزه اقول لكم عليها. افتكرت. بصوا مش عارفه بصراحه هوريكم الحاجه دلوقتي ولا لا، لان احنا احتمال كبير قوي ان احنا بكره كمان ننزل. النهارده خلصنا اغلب الحاجات اللي كنا عايزين نجيبها واهم الحاجات يعني، فغالبا ممكن بكره برضو ننزل تاني عشان في حاجات تانية. يا اما هوريكم معايا يعني، لو لقيت انا الفيديو ده مش طويل وفي المونتاج يعني لقيته لسه قصير وكده، فهكمل لكم عادي جدا وهفتح معاكم عادي الحاجات اللي انا جبتها من بره وافرجها لكم كده وخلاص، واقفل معاكم الفلوج. لو في بكره حاجه يبقى هوريلكم الحاجه بكره ان شاء الله مع الفلوج الجديد بتاع بكره. بس كده انا هقفل معاكم في الحالتين هنا اهو، ولو الفيديو ليه تكمله يبقى انا كده هوريكم الحاجه اللي انا جبتها. اوكي يا جماعه عشان ما ارغيش بجد اكتر من كده وانتم ان شاء الله فاهميني. فلو عجبكم الفيديو يا جماعه ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب و كومنت حلو قوي زيكم. باي باي.